حرمة البيت. بكل بيت من بيوتنا، بكل عيلة من عيالنا في خصوصية وفي حرمة. في بيوت تعرف تحافظ على خصوصيتها وبتفرض احترام الجيران لإلها، وفي بيوت فلتانة أسرارها على كل لسان، والجيران بيعرفوا بالشاردة والواردة، جار فايت وجار طالع، يعني بيوت بلا بواب. لما يتوسخ صيت وسمعة بيوت الناس وأهلهم، ببطل فيك تصلح أو تغير نظرة جيرانك والعالم كله لإلك، وبتصير أنت وعائلتك على كل لسان، بيتك مفتوح وركابه كتار. ولما توصل لمحل يصير لبنان بيت فلتان بال2026، خاصة من بعد ما نوعدنا بالدولة القوية، بالأمن، بالاستقرار، ببسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، ومن بعد دعم دولي ومحلي ما صار مثله من قبل، ببطل الحق علينا كلبنانيين أو على الأحزاب اللبنانية. نحن اتقتلنا مع بعض، مسيحيين ودروز وسنة وشيعة، وما عرفنا نعمل دولة من أكثر من 50 سنة، وكلنا فتحنا بيوتنا لمين ما كان لحتى ينتهك حرمتها، لحتى يوسخ لنا صيتنا، لحتى يوسخ لنا سمعتنا. جربنا مرة واثنين وعشر مرات نوقف بوجه الميليشيات وبوجه كل فصيل مسلح استعملنا بيتنا وأرضنا ورقة لحتى يعمل معاركه، وفشلنا. ما قدرنا نوقف بوجه مشروع الدولة بقلب الدولة. بس اليوم المفروض في سلطة سياسية، في رئيس جمهورية، في رئيس حكومة، وعدونا بالأمن، وعدونا بحصرية السلاح بإيد الدولة وفشلوا. في سلطة سياسية صديقة الرئيس ترامب صار له شهور بيروحوا لعنده، بيجوا لواشنطن، تليفون رايح تليفون جاي، وما طلبت هالسلطة لهلأ دعم أمريكي أو أجنبي للجيش بحجم مشاكلنا. يعني دعم بيسمح بتسليح حقيقي للجيش، يعني دعم يدفع معاشات مثل العالم والناس للجيش اللبناني، مش دعم شكلي وبالقطارة. وهي نفسها هيدي السلطة يلي ما طلبت أو أمرت الجيش يعمل أي خطوة عملية بقرار سياسي. اليوم كيف حزب الله وإيران وكل شيء فيه مجتمعات دولية ومكونات بدها تقبض الدولة اللبنانية بجدية، ونحن أهل بيتنا مش قانعيننا قبل ما يقنعوا الغرب؟ معقولة نوصل اليوم لمحل يصير كل جار من جيراننا بده يفوت على بيتنا وما في دولة إلا ورابطة أمنة بلبنان؟ أمن أنقرة من أمن بيروت، أمن الشام من الحدود اللبنانية، أمن قبرص من استقرار لبنان، أمن إسرائيل من أمن لبنان، الخط الاقتصادي بالمنطقة كلها كمان من أمن لبنان. كل هودي وبعد ما عرفت الحكومة والسلطة السياسية تطلب دعم عسكري واضح للجيش وتزرك الأمريكان والغرب بالزاوية، أقله لنجرب نحقق أمن فعلي على الأراضي اللبنانية. بالقليل نجرب، ولما ما تزبط منروح على الفصل السابع مثل ما عمل الرئيس كميل شمعون. ولما بنسأل كلنا حالنا ليش إيران والحزب ما عملوا اعتبار للجمهورية اللبنانية، جواب قدامكم: لأنه للأسف أهل البيت ضعاف، سياستهم رمادية، وبيتنا فلتان. واوعى حدا يفكر انه لما الاجنبي رح يفوت عسكريا على الجنوب والبقاع، مين ما كان الاجنبي، اوعى حدا يفكر رح نكون مبسوطين ولا شمتانين ببعضنا. ما بنقبل الغرب يجي يعلمنا كيف بدنا ننظف بيتنا. بس كمان في حقيقة وحدة وحيدة: لما أهل بيتك ما يعرفوا يحافظوا على البيت وأهله، وبيوتنا تكون مفتوحة للفايت والظاهر، بيكون الحق على أهل البيت، بيكون الحق على رب البيت. والحل ما بيجي إلا بحالة وحدة: لما أهل البيت يشدوا ركبهم ويتوحدوا، ساعتها بيرجع البيت لأصحابه. أهلا وسهلا فيكم.